فاكرين لما البحر بلع 1000 روح في ليلة؟ فاكرين لما الصريخ ما كانش ليه صدى، ولما أجساد الناس كانت طافية والعدالة غرقانة؟ ماتت الأحلام قبل ما توصل للشاطئ. ما كانش فيه وداع، كان صريخ وبس، صريخ بلعته الأمواج، وأسماء لسه بتعوم في ذاكرة الناجين. دي مش قصة خيالية، دي حكاية عبارة السلام 98 اللي ما كانتش مصدر لأي سلام لكل الركاب اللي كانوا عليها. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، وورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي، وده بودكاست ورا الحيطة. مركب غرقت أبطال. مركب غرقت أبطال. خرجت عبارة السلام 98 من ضبا السعودية يوم 2 فبراير 2006، بس عمرها ما وصلت. 1312 بني آدم، رجالة وستات وأطفال، كلهم راجعين من السعودية على أمل رزق، حضن غايب، أم مستنياهم، بيت متوضب جديد. بس العبارة دي كانت تابوت عايم. حوالي الساعة 1:30 الصبح النار ولعت جوه العبارة. البعض قال إنها بدأت من مخزن العربيات، وناس تانية قالت من غرفة المحركات. في مصادر تانية كمان بتقول إن الناس وقتها كانت بتاخد بوتاجازات صغيرة، أو زي المعروف بيه في مصر وهو بابور الجاز. واحد من الركاب وقتها نزل يعمل كوباية شاي، واللي حصل بعدها ما كانش متوقع. النار مسكت في تنكات النفط والسولار اللي موجودة في نفس المكان، واللي أكيد وقتها إن محدش كان مستعد للنار ومحدش أنقذهم. وقتها القبطان والطاقم حاولوا يخبوا الحقيقة، وقالوا للناس لو سمحتوا اقعدوا في أماكنكم، كل حاجة تحت السيطرة. بس الحقيقة المية دخلت السفينة ومفيش مضخة بتسحب، والميل بدأ يزيد 25 درجة، 30 لحد ما اتقلبت. أرجوك يا فارس شوف لنا حاجة للمية أحسن المركب بتسخن 20 درجة دلوقتي. تعالى يمين كده واحدة. هات الناس هات الناس هات الناس. عرفت فين؟ سخن دلوقتي 25 يا مدور. الوضع خطر جدا أصلا دلوقتي. نص الدماغ نص الدماغ نص الدماغ. مركب بتجري أبطال. نص الدماغ النص كله شمال كله شمال. مركب بتغرق مركب بتغرق أبطال. نص الدماغ النص كله شمال كله شمال. مركب بتغرق أبطال. كله شمال كله شمال كله شمال. ابعت مين دي يا مركب غرقت أبطال. مركب غرقت أبطال. استنونا بس يا جماعة. استنونا ايه المركب غرقت. شوية واحد هنا جواها أي لاين تاني. ناس نطت في البحر، ناس مسكوا في بعض، وأمهات حضنوا عيالهم لحد آخر نفس. في ناس ماتت غرقانة، وفي اللي مات من البرد وما قدرش يستحمل. كان في واحدة ست جنب مني ومعاها ابنها عنده في حدود 10 سنين 11 سنة، كانت ماسكة في خشبي هي وابني. فقال لها يا ماما، يعني لما دخلنا على الفجر كده قال لها يا ماما انا تعبت. قالت له اصبر دلوقتي حد هيطلعنا. فانا بنقول لها مين اللي هيطلعنا؟ بس طلع عليها النهار ابنها ساب من جوه الصجعه، ساب من الخشبه اللي هو ماسك فيها غرق قدام منها. الغرق ما كانش أسوأ حاجة. الأسوأ لما القبطان نط في قارب النجاة وساب الركاب يموتوا. الناجيين قالوا إنهم شافوه بيهرب، وقعدوا يقولوا له استنى الناس، وهو سابهم بيغرقوا. الدولة اتأخرت، والمساعدات وصلت متأخر. في ناس فضلت 3 أيام فوق لوح خشب بتشوف أصحابها وأهلهم بيغرقوا حواليهم، ومفيش حد بيساعدهم. والمجرم الحقيقي هنا
هو صاحب شركة السلام ممدوح إسماعيل اللي اختفى وهرب على لندن، والمحكمة برأته وقالت مفيش دليل كفاية. يعني إيه 1000 روح ما كانوش دليل كفاية؟ برغم إن تسجيلات الصندوق الأسود كانت بتقول غير كده. الطاقم كان عارف وكان بيخبي وكان خايف يوقف الشغل. كانوا بيضحوا بالبني آدمين علشان المواعيد والمكسب. كلموا لنا يعني مش عارفين يعملوا البلص، يعني انا مش قادر افهم برضه يعني. خلاص كفايه. الساعه على 25 يا مدور برضه كده. نص الجماعة احنا بنجري ابطال. نص الجماعة النص كله شمال مركب بتجري ابطال. وبعد 19 سنة لسه في أمهات مش عارفة دفنت ابنها فين، لسه في شهادات وفاة من غير جثث، ولسه في ناس بتعيط كل سنة في نفس اليوم. العبارة دي غرقت في البحر، بس الحقيقة الناس ماتت في البر من التواطؤ والإهمال والكذب. وده اللي ورا الحيطة. لو عندك حد كان في العبارة، لو عندك حكاية ما اتحكتش، ابعت لنا واحنا نكملها عنك. بودكاست ورا الحيطة، الحكايات اللي محدش بيحب يسمعها. وفي نهاية حلقتنا أتمنى تكون القصة عجبتكم. لو قلبكم لسه ثابت ومكملين معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.